الا قلت لك فكر في شي ماركه غاليه ديال المكانات وعطاتك 3 ديال لاشوا، فبالاكيد غادي تختارها. وإلا وريتك هاد المكانه فما نحتاجش نقول لك سميه لا مارك باش تعرفها. رولكس. واش عمرك سولتي علاش وكيفاش رولكس وصلت لهاد الشهره كامله؟ كاين بزاف ديال العوامل خلاو رولكس تولي من اشهر العلامات التجاريه ان لم تكن الاشهر في عالم الساعات. من هاد العوامل كاينه الجوده، فرولكس كتعتبر من اجود الساعات اللي كاينين. فالتصنيع ديال مكانه واحده كيقدر ياخذ حتى العام في بعض الموديلات، يعني من بدايه التصنيع حتى لاخر مرحله اللي هي التجريب. ونزيدك رولكس كتخدم باجود انواع المواد اللي كاينين. فمثلا الحديد اللي كتخدم به رولكس كيتعتبر من احسن انواع الحديد اللي كيتسمى 904 ال، بالمقارنه مع الماركات الاخرى اللي كيخدموا غير ب 304 ولا 316. الديزاين ديال رولكس كياخذ الوقت وكيتخدم بواحد الطريقه بحيث يكون سبيسيال و اونيك، باش منين تشوف الساعه ديال رولكس تعرفها رولكس. هادشي اللي قلناه كامل مزيان، الجوده والصناعه. ولكن واش اي ماركه دارت الجوده غتولي رولكس؟ بطبيعه الحال لا، حيت الحصه الكبيره من الشهره ديال رولكس كترجع للتاريخ ديالها والتاريخ ديال المؤسس ديالها هانز ويسلدورف. القصه اللي بدات مع اليتيم اللي صنع امبراطوريه كبيره واستطاع يبدل المفاهيم بزاف في عالم صناعه الساعات. هانز ويسلدورف تولد في المانيا في عام 1881 في عائله من الطبقه المتوسطه. 1892 غادي توفى الام ديالو هو في عمره غير 11 عام، ومن موراها بعام غادي توفى له الاب ديالو على سن 12 عام. هانز غادي يولي يتيم الابوين على سن صغيره اللي هي 12 عام. بدا هانز الدراسه ديالو في واحد المدينه خارج المدينه اللي كان فيها، وهانز كان كيبغي المطالعه قرايه الكتوبه، واستطاع في خلال وقت قصير باش يولي واحد من الاوائل في المدرسه. وكان كيعجبو الرياضيات وكان كيقرا اللغات وتعلم الفرنسيه والانجليزيه، حيت هانز كان عنده واحد الشغف باش يسافر وعرف بان اللغات غادي تعاونو بزاف. في المده اللي كان كيقرا فيها هانز كان عنده واحد صحابو من سويسرا وكانوا كيعاودوا له على واحد المدينه سميتها لو شو دو فون. هاد المدينه كانت معروفه بتاريخها الكبير في الصناعه ديال الساعات، وهنا هانز تعلق بهاد المدينه وبغى يمشي ليها. غيوصل هانز ل 19 عام وهنا غادي يقرر باش يمشي لسويسرا ويبدا الخدمه في واحد الشركه كبيره واللي بدا كيتعلم فيها بزاف وبدا كيربح منها الفلوس. حتى لواحد النهار صاحبه غادي يصيفط ليه باش يجي يخدم معاه، هذا جاي باش يجي يخدم معاه في واحد الشركه اللي كانت من اكبر الشركات في صناعه الساعات في ذاك الوقت. وهاد الشركه كان المقر ديالها في لو شو دو فون، اي المدينه اللي تعلق بها هانز باش كان صغير. وخا في الشركه اللي كان فيها كان كيتخلص حسن، ولكن ما اختارش الجانب المادي ومشى خدم مع داك صاحبه. وهنا وفي هاد الشركه هانز غادي يكتشف العالم ديال الساعات وغادي يولي مولوع به وغيكتسب فيه واحد الخبره وواحد المعرفه. ولكن الظروف ما خلاتوش يكمل وكان خاصو يرجع لالمانيا باش يلتحق بالخدمه العسكريه الاجباريه في ذاك الوقت. من بعد هاد الخدمه العسكريه هانز قرر باش يمشي للندن وتما بدا الخدمه في واحد الشركه كبيره ديال الساعات، ولكن هاد المره بواحد المنصب اللي طالع شويه. وبفضل الخبره اللي كانت عنده والذكاء ديال هانز استطاع يزيد في الارباح ديال الشركه. في هذا الحين هانز كان بدا كيفكر بانه يدير شي شركه خاصه به ديال الساعات. داكشي علاش كان كيبغي يعرف ادق التفاصيل واي حاجه من حتى لزاد في الشركه، وكان كيتشخشف لي سيكتور كاملين. في هاد العامين هانز غادي يكمل نص دينو وغادي يتزوج بفلورنس فرانسيس. واحد النهار هانز كان معروض عند نسابو، كان جالس مع نسيبو الفريد ديفيس وكانوا كيتناقشوا وكيهضروا وكيسولوا بعضياتهم، كيهضروا على المخططات ديالهم، الخدمات ديالهم كيفاش غادا، المهم كلشي. وهنا هانز قال لي راني باغي نفتح واحد الشركه ديالي وراني كنعرف ادق التفاصيل على اي حاجه في عالم الساعات، ولكن ناقصني الكابيتال. وهنا ديفيز ما كانش من العاكزين، سلم عليه وقال له انا غادي نستثمر معاك. وفي 1905 داروا ويزلدورف اند ديفيز ليميتد، الشركه اللي غادي تولي رولكس من بعد. المهم داروا واحد الشراكه مع واحد الشركه في سويسرا، بداو كيجيبوا الساعات، امور غادا مزيان، كلشي غادي مزيان، البيع موجود. ولكن واخا هكاك هانز ما كانش مقتنع، كانت واحد الحاجه ما كتعجبوش وكانت واقفه ليه في عنقه، واللي هي بوكيت واتش ولا الساعات ديال الجيب. حنا في القرن الماضي داك الوقت معظم الساعات الرجاليه واللي كيلبسوا الرجال كانت الساعه ديال الجيب، اما الساعه ديال اليد ما كانتش كتلبس بزاف من طرف الرجال وما كانش عنده واحد الاقبال كبير. وواحد الحاجه اخرى، المكانه ديال اليد كانت ديك الساعه صغيره، يعني بارابور البوكيت واتش كانوا فيها المشاكل بزاف، يعني ما كتعطيكش الوقت مضبوط، كتعطيك يا زايد يا ناقص، وديما كانوا فيها المشاكل. داك الوقت هانز تنبأ وعرف بان المستقبل هي الساعه ديال اليد ماشي هي البوكيت واتش. تما التزم هانز باش يصاوب شي ساعه تكون مثاليه. هانز سافر لجميع انحاء اوروبا، كيتلاقى بصانعي الساعات ويتلاقى بجميع الناس اللي عندهم علاقه بالساعات باش كيعرف الصغيره والكبيره، وبدا تما كيصاوب ساعه مور ساعه، ساعه مور ساعه، اللي كيطلع فيها شي مشكل هذيك ما كيطلعش فيها مشكل. المهم تصاوب واحد الساعه مثاليه اللي ما فيهاش المشكل وما فيهاش الغلط. وهذا الشيء خدا سنوات حتى 1908 وغتولي الشركه من احسن الشركات في انجلترا. وتما غادي يقرر هانز يبدل لها السميه. هانز كان كيقلب على شي سميه تكون راقيه وتكون جذابه
وتكون سهله بجميع اللغات وتكون حتى صغيره، يعني باش تكتب وسط المكانه ما تجيش كبيره. حتى كيخدم ويقلب وهو يطيح على رولكس اللي ما كتعني حتى شي حاجه غير 5 ديال اللاتر جمعهم هانز وحس بان هذا هو الاسم المناسب. ومن بعد رولكس غادي تعرف بالجوده ديالها والدقه ديالها، وبزاف ديال الناس اغنياء غادي يبداو يشريوها. اللي متبعين التواريخ غادي يعرفوا بان هذا الوقت غادي تبدا فيه الحرب العالميه الاولى. وباش كنقولوا الحرب كنقولوا الدمار. بزاف ديال الشركات اللي كلاو الدق وسدوا، كاين شركات اللي عانوا بزاف في الحرب العالميه الاولى، ولكن ماشي رولكس. حيت هانز استغل الحرب العالميه الاولى بذكاء. بزاف ديال الجنود تعطاتهم رولكس وبدلوا بها ديك الساعه ديال الجيب. علاش؟ حيت كانت سهله وعمليه، وعاد كانت مضبوطه. يعني في اي عمليه داروها الجنود كانوا كيضبطوا الوقت ديالهم بدقه عاليه، وهذا الشيء خلى لا مارك يولي موثوق فيها بزاف، والناس بداو كيشريوها سورتو الاغنياء. من بعد الحرب العالميه الاولى انجلترا غادي تفرض على الشركات زياده ضريبيه اللي وصلت حتى 33%. الحاجه اللي قرر عليها هانز ينقل المقر ديال الشركه من لندن جنيف سويسرا. وكانت حتى واحد القضيه هانز كيعاني منها اللي هو الاسم ديالو الالماني، وانتم عارفين ان المانيا كانت العدوه ديال انجلترا في ذاك الوقت. هنا في جنيف غادي تبدا الرحله الكبيره ديال رولكس. هانز ما كانش مقتنع بان رولكس وصلت للتكامل اللي كان باغي، وكان ديما كيقلب على الساعه المثاليه. ان الساعه خاصها تكون عندها واحد القدره التحمل مهما كانت الظروف، اي الضغط، الحراره المرتفعه، الحراره المنخفضه، الغبره، الماء، اي حاجه. ومن تما بالخدمه والاصرار والعبقريه ديالو، وفي 1926 غادي يتجازى هانز احسن جزاء. غادي يستطيع يخرج اول ساعه مقاومه للماء في التاريخ، رولكس اويستر. هانز عرف بان هذه ثوره كبيره في عالم الساعات، وكل شيء غادي يكون مهتم بها. داكشي علاش كان كيقلب على الفرصه المثاليه باش يقدمها للعالم. هانز العبقري غادي يتسنى عام كامل حتى 1927 سمع واحد السيده اللي سميتها مرسيدس جلايدز، زعمات انها تقدر تقطع سباحه من فرنسا حتى لانجلترا، تقريبا 34 كيلومتر. الناس ما تيقوهاش وقررت باش ديرها. وتما تجمعوا الناس وجات الصحافه وجات الميديا وقرروا يصوروا هذا الحدث. من الناس اللي مشاو كان هانز مشى عندها وشجعها وهضر معها، وفي الاخر عطاها رولكس اويستر. ما دارتهاش في يديها، دارتها في عنقها. من بعد 10 ديال الساعات مرسيدس غادي تضرب 27 كيلومتر وما غاديش تقدر تكمل بسبب البروده ديال الماء. غادي يطلعوها من الماء، الناس غادي تتجه الانظار ديالهم الرولكس اللي كانت في عنقها واللي خرجت من الماء في حاله ممتازه وما تاثرات لا بالماء لا بالبروده. الناس بغاو يتسطاو وهرب لهم الفرخ، وتما رولكس تصدرات العناوين كاملين، وهذا الشيء خلاها توصل للعالميه. كلشي ولا كيعرف كاينه واحد الساعه سميتها رولكس كتصبر الماء. وتما هانز غادي يبدا الحملات الاعلانيه ديالو وغادي يبدا يتعامل مع المشاهير. 1933 عاوتاني رولكس غادي تصدر العناوين باش طلع فريق من المستكشفين لقمه ايفرست اللي هي اعلى قمه جبليه كاينه في العالم، والمكانه ما غادي يوقع عليها حتى شي حاجه. 1935 واحد السائق اللي كان مشهور في ذاك الوقت غادي يحطم بها رقم قياسي عالمي اللي هو 300 كيلومتر في الساعه، وكان ديك الساعه اول واحد غادي يقدر يمشي بهذه السرعه. عاوتاني الساعه ما تاثرت حتى بشي حاجه. وصل هانز لداكشي اللي كان باغي، وربح داك التحدي اللي دار مع راسو انه يصاوب واحد الساعه اللي تكون كتصبر في جميع الظروف. ولكن في الحرب العالميه الثانيه الشركه غتمر من بزاف ديال المشاكل، على راسها النقل ديال البضائع خارج سويسرا، وحتى الاسم الالماني كان داير له واحد المشكل كبير. ولان المشاكل لا تاتي فرادى، الزوجه ديال هانز غادي توفى في 1944، وهنا غادي ياسس واحد الجمعيه خيريه ويزلدورف فونديشن اللي قبل من الموت ديالو غيحول لها الملكيه الكامله ديال رولكس، واللي مازال كتملكها حتى اليوم. يعني رولكس كتعتبر جمعيه خيريه. من بعد الاحزان ومن بعد الحرب العالميه الثانيه رولكس غادي ترجع لسكه النجاحات ديالها. 1945 غيتم الاعلان على رولكس ديجاست، اول ساعه في التاريخ مقاومه للماء وكتعطيك اليوم ديال الشهر. ثوره اخرى غادي تجي موراها رولكس دي ديت اللي غتبقى تعطيك حتى الايام ديال السيمانه. في 1953 رولكس سبمارينر، الساعه الاسطوريه اللي كانت اول ساعه ماء كتوصل للعمق ديال 100 متر وكتحمل داك الضغط كامل. عام 1960 غادي يموت العبقري هانز، مخلي موراه واحد الامبراطوريه كبيره، ومن تما رولكس غتاخذ المسار ديال الساعات الفخمه اللي كنشوفوا اليوم. الا وصلتي معايا حتى لهنا يعني غادي تكون عجباتك الحلقه. ما كرهناش الا كانت كتعجبك شي مارك ولا باغي تعرف ليستواغ ديال شي مارك، كتبها لينا في لي كومونتير ونحاولوا نهضروا عليها. سلام.